مريض اليوم مريض أكبر بكثير من الحالات اللي عادة نجري لها عمليات جراحية. شاب من محافظة البصرة عمره 18 سنة. طبعا احنا نستغرب، ولكن الظروف اللي يمر بها البلد أدت إلى هكذا حالات تتأخر في تلقي العلاج، ومع الأسف حتى بعض الحالات تصل إلى مرحلة لا يمكن إجراء تداخل جراحي. والتعايش مع الأدوية هو أشبه بالتسكين، علاج مؤقت. من فضل الله سبحانه وتعالى بأنه مريضنا لهذا اليوم مع أنه تشوه معقد يسمى إبشتاين أنومالي، مع أنه نسبة الأكسجين منخفضة، ظهور تغيرات بالجسم نتيجة نقص الأكسجين، لكن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى أن نختار الخيار الصحيح، وهو إصلاح الصمام الثلاثي بطريقة نقلل الحمل على عضلة القلب ونوفر نسبة أكسجين أفضل مما كان قبل العملية الجراحية. بفضل الله سبحانه وتعالى المريض أجرت له العملية الجراحية، ورغم تأخر الحالة كان قلبه يعمل بشكل جيد بعد العملية الجراحية. ومن فضل الله سبحانه وتعالى بأنه حتى المرحلة ما بعد العملية، مرحلة العناية المركزة، كانت مشوبة بأقل ما يمكن من المضاعفات المتوقعة، وصولا إلى فترة التعافي اللي قد تأخذ شهر أو أكثر بالاستعانة بأدوية تساعد هذا القلب العليل لمدة سنوات، إلى أن تتحسن هذه الحالة. وجود خدمات طبية مثل مستشفى الكفيل وأخريات في داخل العراق بإذن الله سوف تأتي على هذه الحالات المتأخرة من خلال معالجة جميع الحالات وفي عمر مبكر.